السلام عليكم. هارد لك على هزيمة منتخب مصر في السيمي فاينال في بطولة أفريقيا قدام منتخب السنغال. بس أنا باتكلم على إن مش المشكلة إن إحنا خرجنا، المشكلة إن إحنا لعبنا البطولة بالشكل ده. الشكل اللي أنا لما اتكلمت عليه في بعض زمايلي يعني انتقدوني وقالوا لأ هي دي الطريقة اللي تناسبنا وهو ده الطريقة اللي نلعب بيها، وأنا ساعتها قلت إن مش كل مرة تسلم الجرة. وبعدين إحنا دخل فينا جون في آخر الماتش واكتشفنا إن إحنا بنعرف نهاجم. اكتشفنا ان احنا بنعرف نهاجم وان احنا نقدر نشكل خطوره على منتخب السنغال. طب ليه ما عملناش كده من الاول؟ طالما انت احتمال كبير قوي انك كده كده هتخرج من البطوله، ليه تخرج بالشكل السيء ده؟ ليه تكون اقل المنتخبات اللي قدمت كوره؟ ليه تلعب بالطريقه الدفاعيه دي؟ ده احنا انا عن نفسي انا كنت بايد الكابتن حسام حسن وما زلت، بس الاعتبارات تانية ان انا عايز ان هو يحط مصر، يكتب في تاريخ كده ان هو من ضمن اللاعبين اللي وصلوا منتخباتهم لكاس العالم وهم لاعبين وهم مدربين، ودول ناس قليلين جدا، منهم فرانس بيكنباور بتاع المانيا ومنهم ماريو زاجالو وناس تانية وناس قليلين جدا. فانا عايزه يكمل عشان السبب ده، بس عشان يحط اسم مصر من ضمن الناس اللي عملوا كده. لكن الطريقه دي انا بنتقدها وهفضل انتقدها، وبعض زمايلي تهكموا عليا وهم نفس الناس اللي بمجرد ما خرجوا من البطوله انتقدوا طريقه اللعب. انا عايزكم ترجعوا لورا شويه. كابتن الجوهر رحمه الله عليه في كاس العالم 90 لغى الدوري، لغى الدوري المصري عشان يحضر لكاس العالم، وبعت منتخب رديف يلعب بطوله افريقيا سنه 90 في الجزائر، وضيع علينا بطوله سهله جدا جدا كنا نقدر ناخدها بالمنتخب الجيد ده. ولكن لما رحنا لعبنا في كاس العالم بالمنتخب الجيد ده قدم اسوأ وسيله دفاعيه في كاس العالم، لدرجه ان الفيفا غير قانون كره القدم بسبب مصر. في ماتش ايرلندا رجع الكوره للكابتن شوبير، امسك الكوره بايديك، قال لك لا الكوره لما ترجع للحارس ما يمسكهاش بايده. وعملنا ايه؟ تعادلنا ماتشين وضربنا ماتش وقدمنا كوره سيئه. طيب انا مبدئي بقول لك انت كده كده هتخرج، قدم كوره حلوه يعني الناس تفتكرك بيها. يعني الجزائر في كاس العالم ايام الكابتن رابح ماجير قدموا كوره خرافيه، الكويت قدمت كوره خرافيه، المغرب قدمت كوره عالميه. فاحنا ليه مصرين على كده؟ يعني برضو حتى في كاس العالم سنه 2018 برضو مع كوبر كنا بنلعب بطريقه دفاعيه لدرجه ان احنا ما خدناش ولا نقطه. حتى لما لعبنا منتخب السعوديه اللي هو يعتبر في مستوانا ما قدرناش نكسبه. طب انت ليه مش بتلعب كره هجوميه؟ ما انت كده كده هتخرج. برضه في البطوله دي دلوقتي كابتن حسام حسن اللي هو راس حرب افضل رقم 9 في تاريخ مصر، او من افضل يعني يعتبر رقم 2 او 3 بعد الكابتن حسن الشاذلي مثلا، من افضل المهاجمين في تاريخ منتخب مصر، في تاريخ مصر، يلعب بطريقه دفاعيه، يلعب من غير راس حربه طول البطوله. وبعدين نكتشف فجاه واحنا بنلعب السنغال ان احنا نقدر، احنا نقدر. ده بعد ما جه فينا الجون بدانا نهدد منتخب السنغال، وحارس منتخب السنغال اللي ما شفناهوش بدانا نشوفه. طب ليه ما نعملش كده؟ انت كده كده اتغلبت، يعني كده كده وارد، ما الكوره مكسب وخساره، وارد انك تطلع من البطوله، اديك طلعت، بس كان نفسنا تطلع بشكل افضل من كده، تلعب كوره هجوميه. انا ضد ان حسام حسن يمشي بس لسبب تاني. يعني انا بحب منتخب مصر وبحب بلدي، فاحب ان يتحط اسم منتخب مصر في الحاجات اللي هي ما بتتكررش كتير. كابتن حسام حسن لما يروح كاس العالم ان شاء الله وهو مدير فني هيبقى من الناس القليلين جدا على مستوى العالم، على مستوى تاريخ كاس العالم، اللي وصل منتخب بلده وهو لاعب وهو مدرب، زي فرانس بيكنباور ومارو زاجالو وغيرهم، ودول يتعدوا على الصوابع. فانا مؤيد ان الكابتن حسام حسن يكمل، لكن عايزين نلعب كوره، عايزين نستمتع بالكوره. يعني في واحد زميلي علق لي بيقول لي ان البطولات دي بيبقى المهم فيها انك انت يعني ايه، تكمل فيها للنهايه، مش مهم تقدم اداء كويس. لا لا، الناس فاكره لحد دلوقتي اداء الجزائر في كاس العالم، الناس فاكره لحد دلوقتي اداء المغرب في كاس العالم اللي فات، الناس فاكره وما خدوش، يعني خدوا المركز الرابع ما خدوش البطوله بس لعبوا كوره. فاكرين الجزائر، فاكرين الكويت في كاس العالم. لا الناس دي لعبت كوره وفاكرين الكوره دي. احنا عايزين منتخب مصر عنده كوره. يعني الكابتن حسام حسن قول لي كده احنا استفدنا ايه من البطوله دي؟ يعني مين اللعيبه اللي انت خرجتهم للنور في البطوله دي؟ انت عندك الشباب كله قاعد بره، يعني كلهم. محمد شحاته، انا مش عشان زملكاوي، يعني محمد شحاته ما لعبش ليه؟ هتقول لي لعب الماتش اللي هو بتاع اللي احنا كنا كسبانين فيه اعتقد بتاع بدين ان احنا كده كده وصلنا. لا
لا احنا عايزين ناس يطلع كوادر ما طلعتش. في شباب قاعدين بره ياكلوا النجيله، ياكلوا النجيله. انت يعتبر بتلعب بناس كبار، يعني معلش ياسر ابراهيم سنه كبير، رامي ربيعه سنه كبير، تمام؟ يعني محمد صلاح نفسه، بس طبعا ده اسطوره، سنه كبير. انت عندك حتى مصطفى محمد راس الحربه الوحيد اللي معاك، انت اهنته، اهنته باللي انت كنت بتعمله معاه ده. وبعدين بقول لك انت تقدر، انت عندك، العب كره هجوميه، خلينا نستمتع احنا. يعني كوبر في بطوله الامم الافريقيه لما وصلنا النهائي برضو كنا بنلعب بالشكل ده. احنا مش مصر مش كده. منتخب مصر احنا بنحب الكره الجميله. يعني منتخب حسن شحاته، كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه، خاض البطوله بس كان بيلعب كره هجوميه جميله وطلع نجوم، طلع نجوم. احنا المنتخب ده مين؟ يعني مين؟ وبرده كوبر في كاس عالم 2018 مين؟ يعني مين؟ طلعت مين؟ فين الحرفنه؟ فين الكره الجميله؟ انا ما زلت عند رايي، مش كل مره تسلم الجره، مش كل مره احنا، اديك طلعت من البطوله، كان نفسي نطلع واحنا شكلنا حلو. ركنيه واحده، ما جيناش غير ركنيه واحده طول المباراه، تصويره واحده. ده الكلام ده لما ضغطنا، وضغطت في ايه في اخر 5 دقائق او اخر 10 دقائق بعد ما جه فيك الهدف. يعني انت تقدر، افتكرت ان انت تقدر تهاجم؟ طب ما تهاجم، انت اتغلبت. هل انت لما تهاجم هتطلع بفضيحه؟ لا، انت هتشكل خطوره وهيبقى عندك فرصه ان انت تحرز اهداف. وده اللي انا قلته في ماتش كوت ديفوار. انت اللي نفعك في ماتش كوت ديفوار انك جبت جون في اول 3 دقائق، فاضطرت كوت ديفوار تفتح وتهاجم، فجبت جون تاني. لما جابوا فوق برضو جون، عايزين برضو هم عايزين بيفتحوا، بيهاجموا بضراوه عايزين، فجبت فيهم جون تالت. وبرضو جابوا فيك الجون التاني وانت بتدافع، ولو كان الماتش استمر شويه كمان كنت دخل فيك الجون التالت. وبعدين طلع الكابتن حسام حسن يعني يضحك على الجمهور ويقول لك اصل في ناس مش عايزه مصر تاخد كاس افريقيه عشان عرفوا ان هم لو وصلوا النهائي هياخدوا البطوله. الكلام ده لا، الكلام ده مش منطقي ومش حقيقي. يعني برضو الناس، في ناس بتقول الحكم عمل ايه الحكم؟ يعني ايه اللي هو اللي عمله الحكم؟ اصل حجم حسام عبد المجيد بينذار في اول 3 دقائق، طب ما هو ما طردوش. هل حجمه بايه؟ يعني ما عملش حاجه الحكم. احنا مش عايزين نعلق شماعه. اتمنى استمرار الكابتن حسام حسن مع تغيير طريقه اللعب. عايزين نستمتع بمنتخب مصر، عايزين نستمتع. هل السؤال هنا منتخب مصر لو كان لعب كره هجوميه كان مش هياخدوا البطوله؟ طب ما هو ما خدهاش. هل كان مثلا يعني كبير قوي كان هيطلع من كوت ديفوار؟ فرقت معاك دور، بس كان هيطلع شكلك حلو. مش الشكل اللي احنا شفناه الماتش ده، مش ممكن. وبرده في ماتش كوت ديفوار انت الاستحواذ في ماتش كوت ديفوار 30%. وساعتها انا قلت مش معنى انك كسبت انك كويس، ومش كل مره تسلم الجره. شوف كده الاحصائيات اللي بيجيبوها، شوف منتخب السنغال عمل كام تمريره وانت عملت احنا ما عملناش هجمه، ما عملناش هجمه. إيه؟ تشليت 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 تشليت. انا ما زلت عند رايي الكوره متعه. انا عايز استمتع بمنتخب بلدي وبيلعب كوره. احنا رايحين كاس العالم، اتمنى ما نلعبش بنفس الطريقه دي، لان هذه الطريقه لا تليق بمنتخب مصر. افضل فترات منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته لما خدنا 3 افريقيا ورا بعض، كنا بنقدم كوره جميله، كوره هجوميه. منتخب مصر اللي البرازيل كسبته بالعافيه في اخر دقيقه بضربه جزاء 4-3، جبنا في البرازيل 3 اجوان. منتخب مصر اللي كسب ايطاليا، منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته روض الافيال، اكتسح الدنيا، والكاميرون اكتسح الدنيا كلها، خد 3 بطولات افريقيا وقدم كوره جميله ممتعه. قدم كوره جميله، تاخد البطوله او ما تاخدهاش مش هتفرق مع الجمهور المصري. والدليل على كده كابتن حسن شحاته قدم كوره جميله، خد بطولات. كاس العالم للقارات يعني اتغلب من البرازيل بالعافيه، غلب ايطاليا. كوره جميله، بنلعب كوره جميله، مش كوره دفاعيه بحته، تشليت 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 وادي لصلاح. لا، ما احنا كنا بنتريق على كوبر ادي لصلاح، ما ينفعش. فانا ما زلت عند رايي منتخب مصر
لازم يلعب بطريقة هجومية ويقدم كرة جميلة، وبالتوفيق لمنتخبنا في المواقع القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.